لعشاق التحلية جبت لكم تحلية اللي جد رائعة في المتناول باشياء بسيطة كنخرجوا منها هاد اللوحة الفنية اللي جد رائعة، والمذاق يا سلام. كنتمنى منكم تكملوا لا فيديو من الاول حتى الاخير باش تتبعوا هاد التحلية هادي وتجربوها لوليداتكم. كتجي رائعة بمكونات بسيطة لذيذة بزاف، ما تشبعوش منها. يلا ندوزوا للمقادير وطريقة التحضير. السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد. غادي نقدم معكم واحد التحليه اللي جد رائعه وسهله التحضير. عندي هنايا 3 ديال لي صابلي، غادي نديرهم هنا في الهاشوار ونرجع معكم. بعد ما هاشيت هاد درتو في الهاشوار هاد البسكوي ديالي، غادي نضيف ليه واحد المعلقه ديال الزبده كما كتشوفوا، وغادي نجمعهم بالاطراف غير بحال هكايا. نتوما ديروا البسكوي اللي بغيتو. انا كيعجبني هاد الطابلي هذا كما كتشوفوا. بعد ما دخلت ديك الزبده في هاد البسكوي ديالي، انا خديت هاد كؤوس هادو او بحال هكا هاد الشكل هذا زليفات ولا نتوما الشكل اللي بغيتو، وغادي نضيفو ليها البسكوي ديالنا على هاد الشكل هذا. صافي بعد ما قاديتهم هكايا بالمعلقه، ما شاء الله راه مازال باقي الخير هنايا. كاين 3 ديال لي صابلي. انا غندوزو للطريقه الثانيه. عندي هنايا واحد الكاس الحليب، معلقه ديال النشا، 2 معالق ديال السكر. كما كتشوفوا المعلقه هنا غير صغيره. انا غادي نديرها فوق البوطه حتى تعقد. كما كتشوفوا ها هي كتعقد لينا. غادي نضيفوا واحد المعلقه ديال الفلو، نخليوها حتى تعقد ونطفيو عليها ان شاء الله. صافي دابا بعد ما طابينا غادي نديرو في هاد الكويسات ديالنا. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديالو. غادي نديرو هنا في الرغوم هنايا في هاد الكويسات هادو بحال هكا. كنعمروهمش بزاف حيت لحقاش غادي نديرو الطبقه الثالثه. بعد ما عمرت الكؤوس ديالي او الزليفات غادي ندخلهم للثلاجه باش نديرو الطبقه الثالثه باذن الله. عندي هنايا الليمون اللي عصرته، كاس ونصف ديال الليمون، وغادي نضيف ليه حتى هو واحد معلقه ديال النشا، معلقه نشا، 2 معالق ديال السكر. صافي غادي نخلط هكايا. عاد غادي نديرهم فوق البوطه يعقدوا ونرجع معكم ان شاء الله. هذا هو الشكل ديالو، كيجي بحال هكايا عاقد. صافي هنايا بعد ما خرجت هاد التحليه ديالي غادي نديرو من الفوق كذلك بحال الشكل اللي درنا في الاول. نعمر هاد الكؤوس كاملين ونرجع معكم. صافي هذا هو الشكل ديالهم. غادي ندخلهم للثلاجه. شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالهم. غادي ندخلهم دابا للثلاجه يبردوا، من بعد نتلاقاو ان شاء الله بحول الله. بعد ما بردات لينا هاد التحليه هذه ديالنا غادي نزينوها باوريو. انا ضفت ليها غير اوريو. نتوما داكشي اللي بغيتو ضيفوه ليها. انا زين خفيف في المتناول. بغيتو تخليوها غير هكايا، بغيتو ديروا عليها الشوكولا، بغيتو اي حاجه اي نكهه اي تزيين ديروه. انا درت هنا اوريو. هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا. كتجي خطيره، كتجي زوينه. نتمنى منكم تجربوها، تكتبوا لي في التعاليق
وديروها في هاد رمضان في السحور أو في الفطور، كتجي تحلية اللي زوينة بزاف. هذا هو القوام ديالها، كتجي كريمية، كتجي زوينة كما كتشوفوا ما شاء الله. كنتمنى منكم تجربوها، ورمضان مبارك سعيد.